تابع بقى سلسلة وصفات لرمضان بتبقى سهلة وحلوة. يلا بينا اقولكم على تاني طريقة للناجتس هتعجبكم جدا جدا. يلا بينا اقولكم على طريقتها ووصفاتها. هنحتاج ربع كيلو فراخ مفرومة، رشة ملح وفلفل، معلقتين كبار بقسماط، ومعلقتين كبار زيت دوار الشمس. هقلب كل الحاجات دي لغاية ما تديني عجينة متماسكة. شايفين متماسكة ازاي؟ هروح حطها في كيس وابدأ افردها عشان تديني شكل ايه منتظم وتبقى تخانتها كلها واحدة. هحضر بقى الكراست بتاعتها. هنحتاج بيضتين، حوالي 4 معالق كبار دقيق، ملح وفلفل وبابريكا وبهار حلو وجنزبيل، وابدا اضربهم بقى بالبلندر زي ما انتم شايفين كده لغايه ما تديني قوام سموث كده، تقيل بس خفيف. انا قلت ايه ما اقطعهوش مربع زي المره اللي فاتت، اعمله اشكال. فجبت الاستنباط اللي عندي وبدات اقطعه اشكال، وبعد كده رحت حطها في الخلطه اللي احنا لسه عاملينها، وبعدين في زيت سخن غزير احطهم في الزيت، واول ما يبقى لونهم ذهبي بالشكل ده اروح مطلعهم من الزيت وبس كده. بص بقى لونها ذهبي ازاي وحلو، بتبقى طريه جدا جدا من جوه، والكراست اللي من بره دي بتبقى مقرمشه جدا وطعمها حلو قوي. وكنت بقى محمره حبه بطاطس وعملت حبه مكرونه جنبهم. ممكن تعملوها سندوتشات بيبقى طعمها حلو قوي برضو، دي بتبقى طعمها حلو جدا. وبس كده. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب.